السلام عليكم ورجعنا لكم تاني في فيديو من الفيديوهات بتاعت السلسلة بتاعتنا والرد على التعليقات. ده فيديو الرد على التعليقات. ما تخليناش نقعد نهري كتير. النهارده طبعا هندوق 3 منتجات زي كل مرة. استنوني. نخش بقى مع بعضينا على المنتج الاول. المنتج الاول اللي هو في السلسله بتاعت الشوكولاته اللي احنا دقناه، اللي هو جراند. دوقت منه الازرق ودوقت منه النوع التاني اللي هو بجنيه، اللي خد معايا 10/10، وده اصلا حاجه يعني صعب قوي ان حد ياخد معايا 10/10 في اي تنسيق. وده النوع اللي بعده، النوع الاخضر منه، شركه جراند. قلت لكم عيبها قبل كده ان ما بتكتبش الشوكولاته دي بطعم ايه، بقى عامله كيس. ماشي، نفتح الاول ونجرب ونشوف الطعم ده. طبعا انتوا عايزين لو تعرفوا الاطعمه اللي قبل كده هتلاقيهم في الفيديو اللي قبله واللي قبله، ممكن انزله لكم برده في صندوق الوصف. نفتح الوصف، نفتح ونجرب ونشوف. اول حاجه كالعاده زي الكيس التاني بالظبط. ماشي، وحتى الشوكولاته بالظبط نفس الشكل نفس الرسمه. المشكله لا تكون نفس الطعم، يبقى انتوا بتغيروا الكيس، لون الكيس بس. يعني انتوا غيرتوها من الاخضر للازرق، غيرتوا نوع الكيس بس. ده انا مش عارف، هنجرب ممكن تكون احلى او مختلفه الطعم. ماشي، نقول بسم الله وناكل بايدنا اليمين عشان الناس اللي بتقول لي كده. يلا ندوق مع بعضنا. بسم الله. اول حاجه لو انتم ملاحظين هنا، مش عارف هتشوفوا، ده جوز هند. دي كانت مفاجاه، بصراحه مفاجاه. الوش اللي قداماني ده شوكولاته عاديه طريه، ومن جوه جوز هند. خلي بالك انا دقت منه حته صغيره من جوز الهند، طلع طعمه جامد جدا. اكملها بقى كلها عشان الجوز الهند ده انا كده ما اكلتوش، وبعد كده اقول لكم ايه رايي فيها. دي طيب حلو. اول حاجه الشوكولاته مظبوطه ومتعوب فيها. جوز الهند معمول عادي، يعني زي كانك رايح تجيب اي حلويات جوز هند. يعني مش معجون ولا معمول، لا هو جوز هند الطبيعي العادي المفتت بتاعنا ده. المقبل بتاعت الشوكولاته دي طعمها ايه؟ طعمها عامل زي الارواح. ماشي، اللي كان بجوز الهند، يعني اللي هو اللي بياكل الارواح ابو جوز الهند ده، اللي هو كان اللي هو الكبير ده اللي كان بيجي من سيما. لو كلنا عارفينه، اكيد كلنا عارفينه، يعني ده زمان ده. نفس الطعم تقريبا، بس ده احلى في ان هي بتروح في البق، يعني خلاص شوكولاته اكلتها. بس بعد ما تاكلها بتلاقي طعم الجوز الهند طاغي في بقك، خلاص طعم الشوكولاته راح، انما طعم جوز الهند هو اللي في بقي. عن نفسي انا شايف ان دي حلوه، بس يعني ما يتقالش عليها شوكولاته. هي جوز الهند اللي فيها رائع رائع رائع، فبس الشوكولاته فيها قليله. ودي لو انا جايبها عشان شوكولاته فانا كده اتصدمت. بس بامانه يعني ما ينفعش اقول عليها وحش، ما ينفعش. غير ان هي بتعطش بعد ما تاكلها، لازم تبقى عايز تشرب ميه. على العموم انا عن نفسي ادي البتاع دي على دي بجنيه، متعوب فيها وشكلها ومعمول فيها الصح بامانه. انا ما اديش فيها اقل من 8 اتعمل، او 9 كمان، لان اتعمل فيها مجهود وكانت محشيه حشوه كبيره وعلى جنيه. ماشي الحال ماشي الحال، يعني ايه ممكن تاخد 9/10. نخش مع بعضينا بقى على المنتج التاني. استنوني. المنتج بقى التاني معانا، المنتج التاني معانا هو نزل بقاله فتره. انا الامانه ما دقتوش قبل كده. هو نزل قول مثلا بقاله 3 4 5 شهور او اقل، يعني حوالي 3 4 شهور كده بالكتير، يعني ما عداش اكتر من كده. انا ما دقتوش قبل كده.
ماشي، وما كنتش ناوي ادوقه لانه كان قدم شويه يعني. لولا بس واحد من المشتركين عندي في القناه اسمه يوسف آم، طلب مني على الفيس عندي ان انا اجيبه وادوقه واقول رايي. بما اني ما جبتوش قبل كده، لان في ناس تانية كانت بتطلب مني ان انا ادوق دومتي شوكولاته مثلا. دومتي شوكولاته انا جبته اول ما نزل ودقته قبل ما اعمل الفيديوهات، فما ينفعش اجيبه تاني واعمل نفسي بدوق واقول ده كده انا بضحك عليك. انا بجيب الحاجه اللي ما دقتهاش قبل كده وبقول رد فعل فيها زي ما يكون، حلو ووحش زي ما يكون. ما نتكلمش كتير، ماشي. نجيب المنتج ونجربه وندوقه ويا رب يطلع حلو. هو عباره عن ويفر اسمه دليكس، عامل منه مثلا 3 انواع او 4 نازله في السوق بقالها فتره. انا جبت اللي هو الراجل قال لي عليها بالظبط، يعني الصوره هو بعت لي الصوره دوت وقال لي جرب ده، ما مش اي طعم تاني. فانا جبت الطعم اللي هو قال لي عليه. هو عباره عن ويفر مقرمش بكريمه الشوكولاته، ماشي. وشكله كده اهو يعني حاجه، يعني بص اللي ما شافوش قبل كده يعني حاجه حلوه. يعني بص مساحه قد ايه شوكولاته، وممكن يبقى قصدي بسكوت، وممكن يكون بسكوت حته واحده انا ما اعرفش، انا ما فتحتوش قبل كده. بس هو مرسوم قدامي حتت عادي زي الشمعدان بتاع زمان. بس هنا هو انا حاسه قطعه واحده، بايدي حاسه قطعه واحده. نفتح ونجرب ونشوف، بس يا رب يطلع حلو. هو بيقول لك المفروض شركه اوركر اللي عاملاه او كده، ف يا رب بس يطلع حلو. هي شركه هايفورد للصناعات الغذائيه يعني زي اللي ما هو مكتوب عليه. نفتح ونجرب ونشوف يطلع يا رب حلو، حتى يقرب من الشمعدان او يطلع زيه. لان لو اقل من كده يعني، وده ب 2 جنيه على فكره، المنتج ده ب 2 جنيه وعلى شكله سعره كده حلو، على شكله كده فسعره حلو. انما نشوف بقى طعمه ايه، هو ده اللي هيفرق معانا. نفتح ونجرب ونشوف. طبعا فتحه سهل جدا بعد ما بتفتحه. انا كنت فاكره قطعه واحده، اتصدمت. بصوا اللي ما جابوش قبل كده، اول ما تفتحه هتلاقيه عامل كده. ثانيه اكمل فتحه. ما جابوش قبل كده هيفتحوا هيلاقيه متقطع حتت، هو اصلا جاهز صغيرين كده، 8 حتت صغيرين كده، ماشي. انا كنت فاكره من وانا ماسكه، كنت فاكره هيطلع حته واحده كبيره مربعه كبيره، بس هي طلع متقطع حتت. طب حلو، ناخد بقى واحده وندوق. اول حاجه ريحته بسكوت حلو على فكره، ريحه البسكوت المحترم. البسكوت الكويس بيطلع له ريحه كده بريحه الفانيليا غالبا. بتبقى فيه ريحه فانيليا زهراء. انا ندوق، اهم حاجه الطعم عندي. بسم الله. لا هو طعمه جامد، طعمه حلو جدا. يعني لو جيت قارنت ده بالشوكولاته دي، ده يكسب. لو قارنته باي بسكوت انا اكلته ما عدا شمعدان يكسب. لا هو حلو طعمه عامل زي مثلا اقول لك انا، اللي في مصر زمان كان في بسكوت اسمه تسالي، اللي اكيد عارفينه كلنا يعني. كل المصريين اللي بيتفرجوا عليه اكيد عارفينه، وممكن يكون في بعض الدول العربيه كمان. بسكوت متقطع صغير كده صغنن كده، كان ب 2 جنيه ولا حاجه، وتقعد تاكل الحاجات الصغيره المتقطع، بسكوت متكسر صغير. ده كان اسمه تسالي. نفس الطعم، نفس الطعم. وبما انه اصلا متقطع صغير، ماشي، حلو. بس إيه طبعا الشوكولاته اللي فيه كتيره بس مش باينه قوي يعني. اهم الويفر نفسه مغطي على طعم كل حاجه. الويفر طعمه حلو جدا، فده مغطي على طعم كل حاجه تانية ممكن اقول عليها. والمساحه بتاعته الكيس كبير ب 2 جنيه. لا يستاهل 2 جنيه، يستاهل الفلوس اللي دفعت فيه. لو شفته هجيبه تاني. وده ما ينفعش اديله اقل من 9 من 10. انا مش شايف في حاجه وحشه اصلا، حتى ال9 من 10 انا كده حاسس ان انا بظلمه. يعني مش لاقي حاجه ممكن تخليني ما ادوش 10 من 10. عشان كده انا هديله 10 من 10. يلا نخش مع بعضنا على المنتج الثالث. يا رب يا رب شركة جهينة ما تقرفنيش يا رب. نخش مع بعضنا على المنتج الثالث. شركة جهينة عملت معايا الصح والسليمة.
مع المنتجات اللي هي الجديده اللي بتنزلها. انا محترم ان الشركه اصلا شركه محترمه وبتعمل حاجات كويسه، بس انا محترم ان الشركه الكويسه دي برضك بتغامر وبتخش في حاجات هي ملهاش فيها. دي مغامره، على فكره المغامره حاجه كويسه مش وحشه، ساعات بتطلع حاجات جميله. ماشي. يعني انا سمعت ان في ايس كريم بطعم الكيك، عايز اقلب عليه الدنيا، ده اللي انا اجيبه. انا ما دقتوش وما اعرفش انتوا اصلا دقتوه ولا لا. اللي دقوا قبل كده يكتب لي في التعليقات، يعني ايس كريم بطعم الكيك انا نفسي اشوفه فين ده عشان اروح اجيبه، مش لاقيه. بس مش ده طبعا اللي احنا هندوقه النهارده. انا اعلنت عنه في الفيديو اللي فات. جهينة عماله تطلع حاجات غريبه ماشي كل فتره. اللي هو المنتج ده جهينة عامله، لو انتوا مش واخدين بالكم قرب شويه، مش عارف تشوفوه ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده، عامله لبن بالشاي الاخضر والليمون. لبن بشاي اخضر وليمون، كان بالك حليب، يعني لبن بالشاي الاخضر. يعني بالسعودي جابت العيد، بالمصري عملت بوفتيك. يعني ولعت فينا كلنا. والله ممكن يطلع طعمه حلو ويطلع انا في الاخر الحمار، مش عارف. افتح واجرب واشوف واجيب الكوبايه، ويا رب ما تقرفش النهارده عشان انا ايه، زعلان يعني. يا رب. بس اول حاجه نفتحه بسم الله. بيتفتح سهل عادي، مش محطوط، ما بيبقاش مش محطوط فيه اللي هي البتاع اللي المفروض بتحمي اللبن دي، اللي بتبقى في اللي بعض الشركات بتعملها، مش عارفه تشوفوها ولا لا. برضو المفروض في بتاع هنا بتحميها، مفيش اي حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، بادئين من اولها ما شاء الله. نجيب بقى الكوبايه اهي، ونبدا انا نصب عشان نعرف شكله من جوه عامل ازاي. يا رب يا نفسي يطلع حلو، يعني نفسي نصب ونفهم. اول حاجه زي ما توقعت بالظبط، لبن. لبن. يا رب يطلع بطعم الكريمه وما يطلعش وحش يا رب. دي كوبايه لبن بالشاي الاخضر. يا رب يا رب يا رب. نقول بسم الله ونشرب. اول حاجه ريحتها لبن وشاي اخضر، يعني هي ريحتها اصلا والله في ناس بتحب الشاي الاخضر زيي، وفي ناس بتحب اللبن زيي، انما لما يبقى اللبن على الشاي الاخضر حاجه غريبه. انا نجرب. بسم الله. نسيت اقول لكم ان فيها ليمون، يعني لبن بشاي اخضر وليمون. مش عارف، انا اول ما شربت حسيت ان في حاجه نزلت لحد بطني، يعني حاسس ان انا البق اللي انا شربته ده نزل لحد ما وصل لبطني. ندوق بق تاني. نفس الشعور على فكره، نفس الشعور. حاجه نازله من هنا ماشيه كده 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 كده، تفضل لحد ما توصل للبطن. طب هو وحش؟ بصوا، انا قبل ما ادوقه وانا متوقع ان انا اشرب حاجه استغفر الله العظيم، يعني ممكن يعني هتصدم. بس بصراحه لما شربته مش حاجه وحشه، بالعكس. يعني اللبن نفسه، طعم اللبن نفسه لبن وطعمه باين، مش ميه. اوكي اوكي. اللي هو الرايب ده حتى بيعمل علامات على الكوبايه زي كأنك بتشرب لبن طبيعي لسه جاي لك من اي حته، يعني لبن لبن. الشاي الاخضر مش طعمه طاغي على اللبن، هو موجود بس طعمه خفيف. والليمون موجود بس طعمه برضه خفيف، اللي هو مش طاغي على اللبن، مش مؤثر على طعم اللبن في حاجه. طب سكره ايه؟ استنى. هو الليمون والشاي الاخضر اصلا عاملين له طعم سكر خفيف كده، يعني ايه، محليينه من الاخر. وهو اصلا مش محتاج يعني حاجه. يعني انا الكوبايه دي انا كنت عامل حساب ان انا اشرب منها بق وبعد كده هرميها. يعني انا كنت عامل حساب ان طعمه اكيد وحش، بس لما دقته طعمه اكيد حلو. واكتشفت ان انا ما احكمش على حاجه بس من بعيد. يعني لبن بالشاي الاخضر ايه القرف ده؟ لا انا مفيش الكلام ده، البتاع دوت طعمه جامد. وبما انه انا كنت خايف منه الاول بامانه والله، كنت حاسس ان انا هيديله اتنين او واحد او ممكن ما كملوش اصلا او اديله صفر.
ولما فتحته ودقته، وحتى الفتحه اللي هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ما ادلوش 10 من 10 بسببها. المفروض يكون هنا في بتاع اللي هي اللي بتشد تتفتح بيها دي، المفروض يعني. فانا شايف ان منتج الديزاين بتاعه حلو، فكرته مجنونه، ما بيقول لك معزز ب3 خمائر حيويه، يعني كمان حاجات كويسه. اللبن طعمه حلو، الشاي والليمون مش مبوظين طعمه، بالعكس مخلين طعمه حلو. انا ادي المنتج دوت بعد ما كنت خايف اديله 1، عشان اديله 9 من 10. ولو معايا فلوس تاني هجيبه. طعمه حلو جدا. استغفر الله العظيم، استغفر الله، باليمين يشول ماشي. طعمه حلو قوي، وبعد كده ان شاء الله هبقى اجيبه تاني. طعمه جامد. اهم حاجه خلصت ال3 فيديوهات، 3 منتجات. هنرد على التعليقات اللي جات لي في السريع ماشي، عشان ما نطولش الفيديو. استنوني ارد بقى على التعليقات اللي بتجيلي. انا كل مره بختار التعليقات السلبيه وابدا ارد عليها، بس انا هختار النهارده تنويع. يعني انا جات لي مثلا شويه تعليقات خلال الفتره اللي فاتت، ناس بتقول لي والله احنا عايزينك ترفع الكاميرا شويه، عايزينك تحط زينه ذهبي، زينه فضه وراك برونز كده يعني ماشي. وفي ناس تانية تقول لي غير المكان اللي انت قاعد فيه حاليا ده، برضو غيره واعمل مكان تاني استوديو مثلا، يقعد يعني يقف في حته خاصه قوي يعني. والله يا حضرتك كل دي حاجات مهمه وبتقلي، وبحاول اعملها على قد ما اقدر. يعني مكان خاص اقعد فيه، احاول اشوف طبعا مكان خاص اقعد فيه اكتر من كده ان شاء الله. بالنسبه لتحسين جوده الصور، انا والله يعني بحاول برضو ان شاء الله، يعني بنحاول نجيب كاميرا احسن اتش دي او اي، يعني هنجدد ان شاء الله، نشوف انواع كاميرا. بالنسبه للميكروفون، في واحد قال لي صوتك بيبقى واطي جدا فعلي صوتك، فانا بدات اعلي صوتي شويه، وبدات اتعامل زي ما في واحد تاني قال لي طريقه اتعامل بيها عشان الصوت يبقى احسن. في واحد قال لي ما تقربش قوي كده من الكاميرا وتدوس الغاء يبقى شكلك وحش جدا، فالنهارده صلحتها على قد ما اقدر. مثلا في واحد مثلا قال لي ارفع الكاميرا شويه، النهارده رفعنا الكاميرا شويه. في حاجات اللي هو تقدر في السريع تعملها، وفي حاجات ما تقدرش تعملها. طبعا انا عارف ان التحسينات دي حاجه مهمه جدا، لان اصلا ما فيش اي يوتيوبر بدا بفيديوهات وحشه. كله بدا بفيديوهات زباله تعبانه، وبعد لما ربنا كرمه يعني الفيديوهات التعبانه دي اتمسحت. بالظبط زي ما واحد تاني علق عليا قال لي عندك 23 فيديو في اول القناه لازم تمحيهم من الذاكره. قلت له ان شاء الله اول ما اليوتيوب يقول لي اوكي، لان انا في حاله المراجعه حاليا، اول ما يبدا يقول لي اوكي انا همسح 23 فيديو. 23 فيديو دول كانوا من اول ما فتحت القناه، اللي عايز اتفرج عليهم هم لسه موجودين، انا ما مسحتش اي فيديوهات. ولو عايزين نمسحهم امسحهم، يعني لو حد طلع الناس قالت لي ما تمسحهاش تمسحها ليه، انا ممكن ما امسحهاش اصلا. ما بتعرش من بدايتي، يعني انا اول ما بدات اصلا خالص كنت بعمل حاجات زباله يعني، وممكن تكون حلوه يعني. انا كانت من وجهه نظري لحد دلوقتي هي حلوه، بس بالنسبه لبعض الناس شايفينها وحشه جدا وبيقول لي لازم تشيلها. يعني حتى لو دخلتوا على الفيديوهات دي 23 اولانيين خالص مش هتلاقوا فيهم المشاهدات معدومه طبعا، يعني اقل من ان انا مع مشاهداتي برضك الحمد لله دلوقتي احسن شويه، ان زمان كان مفيش. اوكي ماشي. في بقى تعليق سلبي بس لازم اقفشه. في واحد قال لي ايه، بيقول لي ابوس ايدك، يعني الله يخرب بيوتكم مليتوا اليوتيوب ماشي، ابوس ايدك امك اقفل القناه، نزلش فيديوهات تاني، اقفل القناه وما تنزلش فيديوهات تاني، عشان انا بص ما نشدش شعري منك كده، انا خلاص خنقت منكم كلكم. يعني اهرب منك الاقي فادي، اهرب من فادي الاقي مش عارف مين، على ايه. او واحد زي ده بقى تقوم ترد عليه تقول له ايه، استناني الاسبوع الجاي في الفيديو الجديد هتلاقيه في نفس الميعاد هنزله لك على القناه. وبالنسبه للي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما عجبكش دوس ديسلايك، انا ما يهمنيش يعني. انا راجل هتضايق شويه بس ماشي.
واللي عنده تعليق يكتبه لي سواء كان ايجابي ولا سلبي. انا بقرا كل التعليقات وبتريق عليها كمان، ولو حاجه بس هي في تعليق بس رخم شويه، يعني انواع تعليقات رخمه شويه. والله اللي بيشتمني بالاب والام ده يعني يعني انت فاكر مثلا انت هتشتمني كده فانا هتضايق مثلا؟ انت اول ما بتشتم كده انا بلغي التعليق وبعمل لك ابلاغ في اليوتيوب عشان يقفلوا لك القناه بتاعتك حتى لو مش بتنزل فيديوهات. فبلاش الشتيمه، اشتمني انا، انما ابويا وامي مالهمش دعوه. خلاص يلا استنوني في الفيديو الاسبوعي. نسيت اقول لكم حاجه كمان، معلش انا والله ايه، الذاكره في الروقان. في ناس قالت لي في تعليقات بتقول لي انا عايزك تعمل لي تحديات وكده، يعني تغير شويه من الاسلوب الفيديو اللي انت بتعمله، اعمل تحديات. وفي ناس بتقول لي اضحك في انت اضحك، حاضر هات اضحك ماشي. ناس بتقول لي اضحك وناس بتقول لي اعمل تحديات ومش عارف ايه. انا دلوقتي المشكله في التحديات دي ان انا مش هينفع اعمل تحديات لوحدي، ابقى محتاج حد معايا يعمل التحديات. فانا بشوف فعلا بدات اتكلم مع الناس اللي هيعملوا معايا تحديات قريب، لان انا خلاص جت في دماغي شويه افكار مجنونه نعملها تحديات قدام. ما بحبش اقلد التحديات اللي موجوده في اليوتيوب اللي هي ضاربه في الدنيا كلها. انا هعمل تحديات مجنونه تانية بردك عن المنتجات، مش هطلع من الكارير، بس في نفس الوقت هيكون ايه، هتكون الحاجات اللي مجنونه تبعي انا بس. فاختار التحديات اللي هعملها ان شاء الله وهنظبطها، بس لسه قدامها فتره، لان عقبال ما اشوف الناس اللي هتظهر معايا في الفيديو، يعني مش اي حد بيحب يظهر في الفيديوهات اصلا، بقول لك عقده عند بعض الناس. خلاص واستنوني في الفيديو الجديد، هصور لكم المنتج من المنتجات اللي هعملها الفيديو الجاي ان شاء الله. وباي.